سيد غانم الدوسري المعارض السعودي من لندن. يعني سيد غانم الدوسري، هناك شكوى من المعارضين السعوديين في الخارج من أن هناك تغريدات تهددهم، من أن هناك رسائل تصلهم بالتحديد. يعني هل هددت من قبل بعض الأشخاص أو عبر تغريدات أنت هددت شخصيا؟ نعم يا أستاذي، التهديد الذي تقوم به السلطات السعودية مستمر، وأنا الآن أكلمك الآن وخلفي هذه الأصوات الحرة دخلوا مع هذا الباب أعضاء البعثة الدبلوماسية السعودية، والحمد لله ننظر لهم وهم ينظرون إلى الأسفل، لأننا أصحاب حق بينما هم قتلة ومجرمون وأصحاب باطل، فلذلك لا يستطيعون أن ينظروا إلينا في عيوننا. والآن وأنا أكلمك يقف أحد التابعين للمخابرات السعودية الآن أمامي، وصوروه الإخوة، وهو أحد أعضاء السفارة، ليصور الجمهور الموجود الآن المتظاهر لكي يخيفنا. يا أستاذي الكريم، النظام السعودي يعيش على إخافة الناس وترهيبهم وترعيبهم، وهذا الزمن بحول الله ولن يعود، ولن نخاف، وسنقول الحق حتى ولو على أنفسنا يا أستاذي، حتى لو لقينا مصير الأستاذ جمال خاشقجي. لا يمكن أن نجعل النظام السعودي يعني يخيفنا ونلتزم الصمت أبدا. نحن أصحاب حق وهو صاحب باطل. غانم، نعم. تاريخه ملوث. غانم الدوسري، يعني في رأيك ملطخة، نعم، وآخرها دماء الأستاذ جمال خاشقجي إلا أن نعلم ماذا حدث له. نعم. غانم الدوسري، في رأيك كمعارض سعودي، يعني الأحداث التي وردت عن أنه هناك فريق من 15 شخصا سعوديا أمنيا وطبيا وعسكريا، يعني هم من ذهبوا إلى القنصلية من أجل جمال خاشقجي، في رأيك هل يحتاج معارض مثل جمال خاشقجي إلى مثل هذا العدد لإسكات صوته؟ يا أستاذي الكريم، لا أعتقد أن الأستاذ جمال خاشقجي يحتاج إلى 15 من هؤلاء الضباط والمشرحين وعقداء والصاعقة هكذا، إلا إذا يريد أن يذكرنا سمو الأمير محمد بن سلمان بال15 سعودي الذين فجروا نيويورك، أو أن يريد أن يعتقد أنه مثل الموساد عندما قتلوا محمود المبحوح في دبي واختفى أثرهم. يا أستاذي الكريم، كثير من الأسماء ال15 كلهم ضباط مخابرات وتابعين للحكومة السعودية، وهم بالطبع محسوبين على الحكومة، وذهبوا هناك. لا أعلم هل أصابه الجنون لكي يرسل 15 ضابط وطائرتين خاصة، لا أعلم ذلك، لكن ما أعلم بأن آل سعود لا يختلفون تماما عن جماعة داعش في العراق. جماعة داعش الفرق الوحيد أن جماعة داعش لا يملكون طائرات خاصة ولا يملكون جوازات دبلوماسية لكي يتنقلوا بين الدول ليقتلوا معارضيهم ويمثلوا بجثثهم أو يقطعوها. هذا هو الفرق بين آل سعود وداعش. فبمثل ما توحد العالم لمحاربة الإرهاب، أنا أرى أن آل سعود إرهابيين وقتلة، ويجب على العالم يعني الآن أن يتوحد لمحاربة هذا الإرهاب الذي نراه ينتقل من دولة إلى دولة. أرجو أن تبقى معي غانم. علق وزير الطاقة الأمريكي الأسبق إرنست مونيز دوره بمشروع نيوم السعودي، كما سحبت صحيفة نيويورك تايمز رعايتها لمنتدى داف الصحراء المزمع عقده. هناك موقف في الولايات المتحدة الأمريكية من كروكر، يعني يرفض بيع السلاح ويطالب بمحاسبة المملكة العربية السعودية. يعني أنتم كمعارضة ما الذي تطالبون به في موضوع جمال خاشقجي؟ يا أستاذي الكريم، نحن نطالب كل من عنده ضمير، كل الصحفيين أن يتحركوا إذا لم يتحركوا، لأن صحفي منهم اختفى أو أخفي قسرا
فنطالب العالم بأن يتحرك من أجل الإنسانية. هذا إنسان دخل واختفى. أما نحن يا أستاذي الكريم فنطالب الحكومة، أنا خصوصا أطالب الحكومة البريطانية بأن تعامل اختفاء الأستاذ جمال خاشقجي والاعتداء عليه كما عاملت الحكومة الروسية عندما اعتدت على الجاسوس الروسي سكريبال فعاملتهم بكل قسوة. نتمنى أن يتم معاملة الحكومة السعودية بكل قسوة، وأن يتم منع بيع السلاح لهم، لأنه يستخدمونها أصلا في قتل الشعب اليمني البريء. وكذلك نطالبهم بأن يطردوا السفير وأن يحاسبوهم. يا أخي الكريم تتواجد هنا السفارة السعودية ليعلموا العالم بأن لهم تاريخ، بينما في الحقيقة لا يوجد لهم تاريخ إلا القتل والإجرام والإرهاب. هذا ما نطالب به، بأن يحاسب هذا الصبي الصغير محمد بن سلمان الذي فقد عقله وأخذ يتصرف وكأنه يحكم العالم أو يعني يرى بأنه يستطيع أن يفعل ما يريد بدون أن يحاسبه أحد. نعم غانم، دعنا نتحفظ. نعم غانم، دعنا نتحفظ في ألفاظنا، وأن يكون حوارنا كما تتحدث أنت بشكل موضوعي مع هذا يعني بين قوسين كلمة الصبي. لكن سؤالي لك يعني غانم، الآن المعارضة بكل موضوعية يا أستاذ. نعم وأنا يعني أسألك غانم، يعني المعارضة السعودية في بريطانيا وفي الخارج، يعني هل لها رد، يعني رسالة حقوقية، رد على حادثة جمال خاشقجي إذا صح أنه يعني تم قتله بهذه البشاعة؟ نعم أستاذي، كما تعلم ويعلم المشاهدون الكرام بأن الأستاذ جمال خاشقجي لم يكن معارضا، وعندما انتقل إلى الولايات المتحدة أخذ يكتب بكل عقلانية واتزان. لكن التقارير التي وردت بأن الرجل كان ينوي تأسيس منظمة تسمى فجر، وكان ينوي إعلان معارضته للنظام السعودي صراحة وعلى الهواء مباشرة. لذلك تم إخفاء هذا الرجل. أكيد المعارضين في الخارج سيقومون بحول الله بتصعيد هذا الموضوع وطرحه في كل محفل وفي كل يوم حتى نعرف مصير الأستاذ جمال خاشقجي، حتى لو لم يكن عضوا بارزا في المعارضة في الخارج ولم يقضي سنوات بهذا الشيء، لكن للإنسانية. فلا يمكن أن يقبل إنسان بأن يعامل إنسان بهذه الطريقة البشعة الفجة، لأن ما نطالب به يا أستاذي الكريم هو العدل واحترام الآخرين حتى وإن اختلفت توجهاتهم وآرائهم وعقائدهم ومهما كانوا. فلا بد أن نطالب وأن نصعد الموضوع الأستاذ جمال خاشقجي بشكل يومي وباستمرار إلى أن نعرف ماذا حصل للأستاذ جمال خاشقجي. نعم غانم الدوسري، شكرا جزيلا لك، المعارض السعودي، كنت معنا عبر الأقمار الصناعية من لندن، شكرا جزيلا. مشاهدينا، تغطيتنا لقضية اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي مستمرة، ابقوا معنا. رياض الشهر الجاري، فيما وجه 22 عضوا في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ رسالة إلى الرئيس الأمريكي ترامب يطالبون فيها بالتحقيق في اختفاء الصحفي جمال خاشقجي بموجب قانون مانغيتسكي الذي يلزم الرئيس بفتح تحقيق بعد استلامه لهذا الطلب إذا ما كان طرف أجنبي مسؤولا عن جريمة قتل أو تعذيب أو انتهاك صارخ لحقوق الإنسان. ويجب على الرئيس أن يبلغ نتائج التحقيق للجنة في غضون 120 يوما مرفقة بقرار فرض عقوبات على المسؤولين عن تلك الأفعال. كما قالت صحيفة واشنطن بوست إن المخابرات الأمريكية اعترضت مراسلات لمسؤولين سعوديين تشير إلى أن ولي العهد محمد بن سلمان هو من أمر بعملية استدراج الصحفي جمال خاشقجي للسعودية واعتقاله، ونقلت عن اتهامات مسؤولين أتراك للرياض عدم التحقيق في مصيره. واعتبرت الصحيفة أن هذه المعلومات الاستخباراتية دليلا آخر على تورط النظام السعودي في اختفاء خاشقجي الأسبوع الماضي، وأضافت أن هذه المعلومات تطرح مشكلة سياسية لإدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لأنها تورط الأمير محمد بن سلمان المقرب من جاريد كوشنر صهر الرئيس على حد تعبيره. انضم إلينا عبر الأقمار الصناعية من واشنطن الناشطة الحقوقية ميديا بنجامين مؤسس منظمة كود بينك. سيدة بنجامين، أرحب بك. كيف ترين التصريحات الأمريكية الصادرة من الرئيس الأمريكي بشأن الصحفي جمال خاشقجي؟
أعتقد أنه أمر مروع. هو يتحدث طبعا عن الأسلحة التي قتلت الكثير من اليمنيين المدنيين على حساب مبدأ مساءلة المملكة العربية السعودية. نعم سيدة بنجامين، هناك أيضا تصريحات البعض يعتبرها تحديا لتصريحات ترامب والبعض يعتبرها إيجابية، وهي تصريحات كروكر فيما يخص وقف الأسلحة وأيضا معاقبة السعودية. كيف ترين هذه التصريحات؟ أنا سعيدة لأن عضو مجلس الشيوخ يتحدث عن أمور مختلفة، ولكن ينتابني قلق إزاء إدارة ترامب لأنها لن تتح لهذا الأمر أن يبصر النور. يجب أن توقف طبعا صفقات السلاح، ويجب أيضا فرض عقوبات على أولئك الضالعين بهذا الأمر من أعلى الهرم إلى قاعه، ويتعين أيضا أن يتحدثوا مع الملحق الثقافي، ويجب عليهم أن يطردوا السفير السعودي ويخفضوا من مستوى التمثيل الدبلوماسي. أعتقد أن الشعب الأمريكي وأيضا الأسرة الدولية يجب أن تطالب بمقاطعة المملكة العربية السعودية. سيدة ميديا بنجامين، أنت ذكرت أن الرئيس الأمريكي ترامب يتعامل مع المنطق بمنطق رجل الأعمال أو المصلحة، وأيضا هناك البعض يقول أنه كروكر ينحاز إلى التقاليد الديمقراطية الأمريكية، وبالتالي في رأيك كيف سيكون الموقف الأمريكي؟ أعتقد أن الشعب الأمريكي يتقزز الآن ليس فقط بسبب اختفاء صحفي بارز، ولكن بسبب المملكة العربية السعودية على العموم. ومن الأهمية بمكان أن نرتقي إلى مستوى الحدث ونطالب بأن العلاقة بين المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية يجب أن تتغير، وحان الوقت لفعل ذلك. نحن نطالب الشركات أن لا تذهب إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في منتدى الاستثمار في أكتوبر، ونطالب أيضا شركات العلاقات العامة وأيضا اللوبيهات وغيرها أن تفسخ عقودها، ويتعين علينا أن نتحدث بملء الفيه وأن لا يكون لترامب اليد العليا في هذا المقام. سيدة بنجامين، كمنظمة حقوقية ونشطة حقوقية، ما هو موقفكم من أجل إظهار الحقيقة في موضوع جمال خاشقجي؟ طبعا أتابع الأخبار وليس لدي معلومات إضافية، ولكن كتبت كتابا سميته The Kingdom of the Unjust، وبطبيعة الحال أنا أعلم كيف تكشفت الأمور بعد تبوء منصبه السيد محمد بن سلمان. هنالك ناشطات يقبعن وراء القضبان بينما ولي العهد يتحدث عن أنه يسمح للنساء بقيادة السيارات، وهنالك مدونين ونشطاء أيضا يقبعون في السجن، ورأيت أيضا تمييزا ضد أقلية الشيعة. وبطبيعة الحال ويقينا المملكة العربية السعودية ودورها في الوهابية ونشرها، وأيضا الشق المتطرف المرتبط بالإسلام، وهذه الأمور كنت أتابعها ولا زلت لسنوات. نعم سيدة ميديا بنجامين، نتحدث عن الموقف الأمريكي. إذا كان من مناشدة منكم كمنظمة حقوقية للرئيس الأمريكي فيما يخص جمال خاشقجي، ماذا تقولين؟ آلاف من الأمريكيين وقعوا على عريضة رفعت لإدارة ترامب ووزارة الخارجية، وقد أوصلنا هذه العرائض لوزارة الخارجية، وسوف نبقي على ممارسة الضغوط، ولكن نعرف أن الإدارة ترامب قريبة جدا من حكومة المملكة العربية السعودية، ومن الصعوبة بمكان من دون ممارسة ضغوطات إضافية لكي يقوموا بالشيء الصحيح كفرض عقوبات
لغات على سبيل المثال أو وقف بيع السلاح، وأيضا جعل المملكة العربية السعودية مساءلة للتدابير التي اتخذتها. شكرا لك السيدة ميديا بنجامين، الناشطة الحقوقية ومؤسسة منظمة كود بينك، شكرا جزيلا لك. أعود إلى ضيفي عبر الأقمار الصناعية من لندن السيد غانم الدوسري المعارض السعودي. يعني غانم الدوسري، يعني استمعت إلى ضيفتي تتحدث عن أنه